السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في فيديو جديد من فيديوهاتنا. مستحيل أن أكون سبب مشكلة داخل الأهلي سواء في الماضي أو الحاضر. أليو ديانج يفتح قلبه. أليو ديانج عبر قناة النادي الأهلي: المشاعر كانت واضحة وصلتني من كل اللاعبين، لمست كثيرا من السعادة والحب من الجماهير وزملائي بعد عودتي مجددا، وأتوجه بالشكر الكبير لجمهور الأهلي على دعمهم الدائم، وأتمنى من الله أن أستمر في إسعادهم، وأؤكد لهم أنني أحبهم كثيرا. لا يمكنك أن تقول أنني لاعبا كبيرا حتى هذه اللحظة. أنا أسعى لذلك ولدي الكثير من العمل لكي أحصل على لقب لاعبا كبيرا. لست راضيا عن مشاركتي مع الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، فقد كنت أتمنى الحصول على عدد أكبر من الدقائق داخل الملعب، لكن للأسف لم يحدث ذلك. ومع ذلك أحمد الله على كل ما تحقق، وسأواصل العمل بكل جد واجتهاد من أجل حجز مساحة أكبر للمشاركة مع الفريق في المستقبل. كرة القدم لعبة جماعية تتطلب الانضباط والالتزام من الجميع وليست فردية، وأنا مجرد ترس في منظومة يقودها المدير الفني صاحب الكلمة الأولى والأخيرة. أنا جاهز دائما لمساعدة الفريق وأصدقائي داخل الملعب، وكل تركيزي أن أكون عنصرا أساسيا في الفريق، ولم أكن أبدا سببا في أي مشكلة للنادي لا في الماضي ولا في المستقبل. غيابي عن نهائي القرن، ذلك الحدث لا يزال راسخا في ذاكرتي ولن أنساه أبدا. عزائي الوحيد أن الأهلي توج باللقب وحققنا الفوز بروح الجماعة. كان الانتصار طعم خاص لأنه جاء أمام الزمالك، وكنت سعيدا للغاية، فقد أنساني هذا الفوز غيابي عن تلك المباراة. لم أتوقع انضمام زيزو إلى الأهلي، وعندما وجدته قلت واو، كانت مفاجأة كبيرة وسعيدة جدا. الأهلي دائما في القمة، وهو الرقم 1 في إفريقيا، وأي نتيجة غير الفوز بالألقاب القارية تعد مفاجأة وغير متوقعة. أنا هنا ما يقرب من 5 سنوات، وهذا شرف كبير وأحمد الله على ذلك، وأشكر إدارة النادي الأهلي لإصرارها على عودتي، وهذا أسعدني كثيرا، وإن شاء الله أتواجد عند حسن ظن الجميع، وأتمنى البقاء في الأهلي لأطول فترة ممكنة. وكان قد انضم ديانج لبعثة النادي الأهلي المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية بعد إعارته لنادي الخلود السعودي. بعد صمت دام حوالي 3 أسابيع، زوجة جوتا تكسر صمتها وترسي زوجها المتوفي. بعد مرور 3 أسابيع على الفاجعة التي هزت أرجاء نادي ليفربول وعالم كرة القدم برحيل النجم البرتغالي دييغو جوتا وشقيقه أندري سيلفا في حادث سير مأساوي، كسرت زوجة اللاعب الراحل روت كاردوسو صمتها المؤثر برسالة حزينة وصور من حفل زفافهما الذي أقيم قبل أيام من الحادث. وفارق جوتا البالغ من العمر 28 عاما الحياة رفقة شقيقه أندري في حادث سير مروع ووقع في مقاطعة زمورة بشمال غرب إسبانيا في 3 يوليو الجاري. وفقا لتقارير صحفية، فإن السيارة التي كانت يستقلها اللاعب البرتغالي قد انحرفت عن الطريق بعد تعرض إحدى إطاراتها للانفجار، مما أدى إلى وفاته وشقيقه على الفور. وفي أول ظهور لها على حسابها على الشخصي على انستجرام منذ رحيل زوجها، نشرت روت كاردوسو 3 صور مؤثرة من حفل زفافهما الذي أقيم في مدينة بورتو البرتغالية في 22 يونيو الماضي، أي قبل 3 أسابيع فقط من وقوع الفاجعة. إحدى الصور أظهرت الزوجين وهما يمسكان بأيدي بعضهما البعض، وعلقت روت على الصور وبكلمات مؤثرة ترسي زوجها بكلمات مؤثرة قائلة: شهر واحد على البداية حتى الموت لا يفرقنا إلى الأبد، فتاتك الصغيرة. فخور باللعب مع منتخب الفراعنة وتطلع للمشاركة مع ليفربول. تصريحات كريم أحمد لاعب فريق الشباب بنادي ليفربول لموقع اتحاد الكرة المصري. قال كريم أحمد واصفا شعوري بعد ارتداء قميص المنتخب المصري لكرة القدم قائلا: شعور جيد حقا ويجعلني أشعر أنا وعائلتي بالفخر. وأضاف: أسعى لأن أصبح لاعبا بالفريق الأول في ليفربول وأن أمثل منتخب مصر الأول. وحول تأهل منتخب مصر المشاركة في كأس العالم للشباب، قال كريم أحمد:
فرصة جيدة جدا لمنتخب الشباب بكأس العالم، إنها فرصة أخرى للقيام بعمل جيد في البطولة. وفي نهاية حديثه قال عن المركز المفضل بالنسبة له في الملعب: مركزي المفضل رقم 10، أحب صناعة الأهداف وتسجيلها. كان المهاجم الشاب الذي يحمل الجنسيتين المصرية والإنجليزية قد وقع أول عقد احترافي مع الريدز منذ أيام، ويعد كريم أحمد ثالث مصري يوقع لليفربول بعد محمد صلاح وألفين أيمن. صحيفة آس الإسبانية: ستكون صفقة رودري لريال مدريد أكثر أمانا في الصيف المقبل، ستنخفض قيمته إلى ما بين 60 و 80 مليون يورو، وقد يكون تعافيه من إصابة الرباط الصليبي الأمامي أكثر فاعلية. صحيفة ماركا الإسبانية: ريال مدريد يستعد لإطلاق قمصان مبابي بالرقم 10 في المتاجر بسعر 125 يورو للنسخة العادية و175 للنسخة اللاعبين. النادي يأمل تكرار النجاح التجاري الذي تحقق عند وصول كريستيانو رونالدو في 2009 حين بيعت آلاف القمصان في ساعات، وحققت المبيعات السنوية أكثر من 100 مليون يورو. الهدف هو جعل قميص مبابي أحد أبرز منتجات الموسم وجني أرباح تاريخية جديدة من وراءه، بعدما كان أغلق الأكاونت بتاعه انستجرام بعد ما فعله جمهور نادي الأهلي بعد تصرفاته الأخيرة للرحيل. يعود وسام أبو علي مرة أخرى ويفتح حسابه، ولكن بشكل غريب، وهو إنه يشتري حوالي 1,000,000 متابع فيك، وكمان يحول الأكاونت بتاعه برايفت. بس هو مفكر إن دي طريقة علشان يقول لجمهور النادي الأهلي إن هو أنا زي كريستيانو رونالدو وميسي وكتير من اللاعبين اللي الناس بتتابعهم، وكمان انا اهو انتم لغيتم المتابعه جالي مكانهم اكتر بكتير. وده بيبين قد ايه عقليه وسام ابو علي غريبه، وكل همه المتابعين والمشاهدات عشان كانت دي ردة فعله. للاسف عقليه زي دي ما تستغربش منها ابدا ردة الفعل دي. وعلى فكره انا حاسه ان في حد اللي بيوجهه، وانه حتى حته ان هو بيجيله رسائل تهديد ما بتدخلش الدماغ ابدا، وان هو كان بيعمل كده عشان يوصل اللي هو عاوزه، وهو الرحيل للنادي الامريكي كولومبوس كرو. البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فنربخشة التركي في تصريحات تاريخية أطالب الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بمنع اللاعبين الأفارقة من تمثيل دول أخرى غير دولهم الأصلية، متأكد بمجرد القيام بذلك ستبدأ منتخبات أفريقيا في الفوز بكأس العالم مستقبلا. كلنا رأينا المنتخب المغربي ماذا فعل بكبار أوروبا، لولا المنتخب الفرنسي الذي يلعب بالأفارقة لما رأينا أول لقب كأس عالم لإفريقيا. عبد الواحد السيد حارس مرمى الزمالك السابق: عندما كنت في الزمالك كان النادي مديون بمليار و800 مليون، وقبل رحيلي تم سداد مليار و400 مليون. المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو يفضل الثلاثي من الحراس محمد الشناوي مصطفى شوبير ومحمد سيحة، ويمنح الضوء الأخضر لرحيل مصطفى مخلوف خلال الميركاتو الصيفي الحالي. إذاعة كادينا سير الإسبانية: ريال مدريد قرر الإبقاء على كامافينجا وسيبايوس ولا نية للتخلي عنهما. تشابي ألونسو والإدارة أبلغوا سيبايوس بعدم وجود نية لبيعه، ورغم علمه بعدم كونه ضمن التشكيلة الأساسية إلا أنه تقبل الوضع وسيبدأ التدريبات في 4 أغسطس كلاعب مهم في الفريق. صحيفة فوت ميركاتو الفرنسية: تم التوصل إلى اتفاق بين أنيس حاج موسى ونادي بنفيكا. الموهبة الجزائرية تقترب من الانضمام إلى النصور، لكن فاينورد يطالب ب25 مليون يورو للتخلي عن لاعبه. وعود بمزاملة المصريين: هوجو أوكتيكي كان يزامل عمر مرموش في فرانكفورت وشكل ثنائيا رائعا، والآن على موعد مع تشكيل ثنائي رائع مع محمد صلاح بعد انضمامه لصفوف الريدز. تيدي أوكو يكشف أسباب فشل انتقاله للزمالك: ما تردد عن تأثير إبراهيم نداي على قراري غير صحيح تماما. طاهر محمد صديقي، لكني احترمت الزمالك ولم أستفسر عن أي شيء يخصه من تلاعب في نادي منافس. لم أفشل في الفحص الطبي مع الزمالك، اجتزته بنجاح وكنت بصحة جيدة، وشاركت في مباريات الموسم الماضي بشكل طبيعي. لم أوقع على أي عقد ولن أوقع، فقد اتخذت قراري، ولكن لا أحد يعلم ماذا يخبئ المستقبل. عرض الزمالك كان أقل ماديا من عروض تلقيتها من تركيا وأوروبا، لكن فضلت الزمالك لرغبتي في اللعب بدولة إسلامية.
السبب الحقيقي لعدم إتمام الصفقة هو أمر شخصي. لم أستطع القدوم بدون عائلتي. بدونهم لم أكن أقدم 100% من جهدي. كنت أعلم بوجود مشاكل سابقة داخل النادي وطلبت بعض الضمانات من الإدارة الجديدة، لكنها لم تكن سبب التراجع. أنا فرنسي من أصول إيفوارية، وأعرف الزمالك جيدا من خلال والدي ومتابعته للكرة الإفريقية. تأثرت كثيرا بحب جماهير الزمالك، ورسالتي لجماهير القلعة البيضاء: أتمنى لكم كل التوفيق. أؤمن بمشروع النادي وسأظل أتابعه دائما. فيما قال نادي الزمالك على لسان جون أدوارد المدير الرياضي للزمالك: فضل النادي تأجيل التعاقد في الوقت الحالي حفاظا على استقرار الفريق وتفادي أي مخاطرة مستقبلية. بعد إبلاغ اللاعب رغبته في الرحيل، ليفربول يجهز عرضا خياليا لضم إيزاك من نيوكاسل. كشفت صحيفة ليفربول إيكو أن نادي ليفربول يستعد لتقديم عرض مالي ضخم من أجل التعاقد مع المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك نجم نيوكاسل اليونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وأكدت صحيفة الديلي ميل الإنجليزية أن اللاعب أبلغ إدارة نيوكاسل برغبته في الرحيل هذا الصيف، وهو ما دعمته عدة مصادر إنجليزية أخرى، فيما أشارت تقارير إلى أن ليفربول قد يتقدم بعرض تبلغ قيمته 130 مليون جنيه استرليني تشمل الإضافات. ورغم تعاقده مؤخرا مع المهاجم الفرنسي هوجو إكتيكي من انترخت فرانكفورت مقابل 95 مليون يورو، إلا أن اهتمام الريدز بإيزاك ما زال قائما، خاصة في ظل المستوى الكبير الذي قدمه مع نيوكاسل. من جهته يرفض إيزاك تمديد عقده مع نيوكاسل بحسب ذا تايمز الإنجليزية، ويشترط الحصول على راتب أسبوعي يبلغ 300 ألف جنيه استرليني للموافقة على البقاء، وهو ما لا يتماشى مع سياسة النادي. بدوره أشار الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات ساشا فلوري إلى أن اللاعب أعطى الأولوية للانتقال إلى ليفربول رغم المحادثات التي أجراها الهلال السعودي معه، وأكد خلالها احترامه للنادي السعودي دون أن يغلق الباب أمام الانتقال إلى دوري روشن السعودي. كما تواصل الهلال السعودي مع إدارة نيوكاسل لمعرفة شروط الصفقة.